اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا ان شاء الله هنعمل لكم فيديو حلو قوي، فيديو العيد. احنا هنعمل لكم الحنه بس بطريقه حلوه وطريقه جميله قوي. الطريقه دي انا يمكن نزلتها معاكم قبل كده، بس الطريقه دي جديده عشان الشعر لو فيه قشره او هتنضفي فروه راسك. ان شاء الله الطريقه دي حلوه قوي. انا معايا الحنه اللي انتم شايفينها ديت، الحنه ديت خام، جايه لي من اسوان. يعني بصراحه اللي اديتها لي قالت لي حلوه قوي قوي، بس في حاجه قالت لي بتنشف الشعر لما بتعمليها ما تتعجنش كده لوحدها، لا بشاي ولا بكركديه. قالت لي لازم تحط لها حاجات هقول لك عليها، بس بصراحه حلوه قوي قوي. يعني ديت مش بتقلب عليها اي حاجه، هي قالت لي كده بصراحه. زي ما انتم شايفين بتدي لون حلو للشعر، بتنظف الشعر، بتحوش القشره، بتدي يعني بتحوش الهيشان بتاع الشعر. بس لو ما عجنتهاش باللي انا هقول لك عليه، لو عجنتها لوحدها بتخشن الشعرايه، واحنا ان شاء الله مش عاوزين الشعرايه تخشن ولا حاجه. بتدي لون جميل، بتغطي الشعرايه البيضه، بتخلي اللون شعر بني جميل قوي قوي. خليكي معانا للاخر وانت هتاخدي احلى فيديو، وهنقول توكلنا على الله. بس ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وهنبدا معاكم. انا معايا الحنه الجميله ديت، الحنه الخام ديت، ومعايا كركديه. جبت كوبايتين ميه وعليهم معلقه كركديه، عليهم روزماري وعليهم شاي. سبتهم لما غلوا قوي لغايه ما بقوا مركزين زي ما انتم شايفين. معايا بيضه، ومعايا علبه الزبادي دي، ومعايا برضو معلقه زيت زيتون. زيت الزيتون حلو قوي قوي، بيدي لمعان للشعر وبخلي الشعريه حلوه وطريه. احنا هنبدا معاكم وهنقول اول ما هنحط هنعمل ايه. اي حاجه عندك انت مش محتاجاها، اي حاجه عندك مش محتاجاها اعملي بها الحنه. ليه؟ عشان الريحه بتاعتها بتفضل. يعني ده كان عندي ولقيته اتكسر زي ما انتم شايفين، فانا بعمل بيه. هنحط البيضه، وهحط معاكم الزبادي. هتقلبيها الاول تقليبه حلوه مع علبه الزبادي والبيضه. هتحطي 4 معالق. طبعا لو شعرك طويل هتعملي 4 معالق حنه حلوين. لو شعرك قصير هتعملي لك من 2.5 معلقة ل3 معالق. انا بعد ما عملت الزبادي والبيضه هحط معلقه زيت زيتون. في حاجه هحطها في الاخر بس مش هحطها دلوقتي عشان تثبت لك اللون. بعد كده مش هتحتاجي ان انت تروحي تصبغي شعرك، لان الصبغه بتبهدل الشعرايه. نقلب اهوت زي ما انتم شايفين. انا هحط حاجه بسيطه نفضل نقلب فيها زي ما انتم شايفين. لازم هحط ده، مش هحط الكميه كلها عشان ما ترجعيش تاني تحطي تكتري حنه واحنا مش عاوزين نرمي حاجه. بسم الله. هديها تقليبه حلوه كده زي ما انتم شايفين. انت بتحطي كركديه، معلقه كركديه على كوبايتين ميه على روزماري، الكميه اللي انت عاوزاها، وتسيبيها لما تغلي غلوه حلوه كده. وبعد كده هنقوم عاملين ايه، هتقومي سايباها لما تبرد، وبعد كده هتحطها زي ما انت شايفه. بسم الله. 1 2 3 4. لو انت، انا بصراحه كنت عاوزه عندي حنه تانية كنت عاوزه اقلب فيها، يعني ايه احطها كلها على بعضها، بس قلت استنى شويه، استنى اما نجرب ديت هتدي لون ازاي. هي بتقول لي حلوه قوي ونضيفه ومفيش مش تقلب عليها اي حاجه زي ما انت بتجيبها من عند العطار. بسم الله. ما تكتريش السوائل بتاع الحنه عشان لما تيجي تحطها على شعرك تلاقيها كده، يعني بصراحه بتبقى تضايق الواحد وكده. لا، خلي الميه بتاعتها يعني حاجه بسيطه، ما تبقاش كتير قوي زياده عن اللزوم. كل ما تكون قليله هتحسي ان مفيش حاجه يعني بتنزل منها ومش مضايقاكي. واحنا كمان في الصيف الحاجات دي بتبقى ايه، محتاجه ان هي تبقى بسيطه. نودي السيله بتاعتها كده. شوفي هتفضلي تقلبي، هي مكتله ببعضها عشان فيها الزبادي والحاجات ديت اهي. احط شويه كمان. ده مش هيترمى، ده بعينه عشان لما باجي اعمله مره تانية اقوم حاطاه عليها، ما بجروش اي حاجه. حطيه في التلاجة ومش هيحصل له اي حاجه. احنا كده خلاص زي ما انتم شايفين حلو قوي، السمك بتاعها حلو. قلت لك عشان لما تيجي تحطها في شعرك ايه ما تضايقكيش. شوفوا انا معايا ده بقى اللي هيثبت اللون. اهم حاجه تحطي برده الليمونه زي ما انت شايف.
ليمونه كامله مش نص ليمونه، هنحط ليمونه كامله. خلي بالك الليمون حلو وبطهر ارضيه الرأس، يعني بيخليها حلوه، لو في قشره ولا في حاجه بيخليها حلوه. لما تيجي تحط الحنه على شعرك بتمسكها خصله خصله، واحسن حاجه لو عملتيها مثلا الصبح وتعمليها بالليل كل مدى بتبقى احلى، بتديك اللون وبتثبته. صدقيني مش هتحتاج انك تروح تصبغي شعرك. كده خلاص. زي ما انت شايفه طريقتها جميله وطريقه حلوه. اهم حاجه الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.